غزة اليوم. هنا BBC. 6:00 صباحا بتوقيت غرينتش. لقاء جديد من غزة اليوم، وفيه حماس تبلغ الوسطاء بتجميد الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي إثر مقتل نائب رئيس الحركة في الضاحية الجنوبية ببيروت، وحزب الله يتوعد بالرد. فما هي الاحتمالات المطروحة؟ بشكل عام كان من المتوقع أن يرد حزب الله على هذه العملية، لأن عدم الرد سوف يعطي رسالة لإسرائيل أن حزب الله مردوع. تعرض مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس للقصف من قبل الطيران الإسرائيلي. هذا أدى إلى 5 شهداء و3 إصابات في صفوف النازحين الذين لجأوا إلى مقر الجمعية، علما أن لدينا 13,000 نازحا هم موجودون في مناطق المباني الخاصة بالجمعية. وأكثر من 50,000 سيدة حامل يعانين سوء التغذية والمضاعفات الصحية في مراكز الإيواء بقطاع غزة. نقص التغذية يؤدي إلى فقر الدم، وفقر الدم طبعا له مشاكله العديدة، من أنه بيحدث ولادات مبكرة. التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم في حلقة جديدة من غزة اليوم، معكم فيها نرمين الذهبي. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إضافي في معارك بشمال قطاع غزة لترتفع حصيلة قتلى منذ بدء الحرب إلى 509 جنود و175 منذ بدء العملية العسكرية البرية في القطاع. من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأنه قد وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع 40 جثة وعشرات الجرحى. كما أفادت الوكالة بتعرض شرق مدينة رفح الجنوبية للقصف المدفعي الإسرائيلي. من ناحية أخرى، تعرض مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس لقصف من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى بين صفوف النازحين. الدكتور عبد الجليل حنجل الناطق باسم الهلال الأحمر تحدث إلى غزة اليوم عن تبعات هذا الاستهداف. بداية تم قصف مقر الجمعية الذي تعرض عدة مرات مسبقا إلى القصف. تم قصفه اليوم، استهدافه مرتين متتاليتين. هذا أدى إلى 5 شهداء و3 إصابات في صفوف النازحين الذين لجأوا إلى مقر الجمعية، علما أن لدينا 13,000 نازحا هم موجودون في مناطق المباني الخاصة بالجمعية، بالإضافة إلى المباني الإدارية التابعة لهذا المقر. هو المقر الرئيسي للجمعية الآن في خان يونس. استهداف لا يؤثر على الخدمات بشكل مباشر، هو يؤثر على حياة المواطنين والطواقم الطبية المختلفة هناك. لكن نحن كهلال الأحمر الفلسطيني مستمرون في تقديم الخدمات الإسعافية والخدمات الطبية في هذا المستشفى برغم كل هذه الظروف والاستهدافات، بالإضافة أننا نحن نعمل في الطوابق الأولى. هذه الطوابق العلوية هي تكون مكاتب إدارية ووجود فيها نازحين أو بعض المرضى في بعض الأقسام، فبالتالي عمليا هناك استمرار للخدمة الطبية في المبنى والمباني المستهدفة برغم هذه الاستهدافات المتكررة. الدكتور عبد الجليل حنجل الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. أبلغت حركة حماس الوسطاء بتجميد الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك ردا على مقتل نائب رئيس الحركة صالح العروري في استهداف لمقره بطائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. هذا بينما أكد حزب الله أن هذه الجريمة على حد وصفه لن تمر أبدا من دون رد أو عقاب. محمود النجار تحدث إلى الدكتورة ليلى نيقولا أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية وسألها عن الاحتمالات المتوقعة بعد مقتل العروري. بشكل عام كان من المتوقع أن يرد حزب الله على هذه العملية، لأن عدم الرد سوف يعطي رسالة لإسرائيل أن حزب الله
مردوع، وبالتالي قد تتوسع إسرائيل في عمليات الاغتيال والاستهدافات، وقد تستهدف أحد قادة حزب الله في العمق اللبناني وفي الضاحية الجنوبية. ولكن يبقى سقف الرد الذي سوف يفعله حزب الله مرتبطا بأمرين. الأمر الأول هو التماثل الذي لطالما حزب الله استخدمه في كل قواعد الاشتباك التي كان يتعامل بها مع إسرائيل، حيث مدينة مقابل مدينة، مدني مقابل مدني، فإذا هو يلتزم بإطار التماثل. أما الأمر الثاني الذي يعطي ضبطا لما يمكن أن يرد فيه حزب الله هو عدم إعطاء نتنياهو ذريعة ليشن حربا على لبنان كان لطالما يهدد بها، وهو يريد أن يفتح جبهة أخرى مع لبنان ليغطي على فشله العسكري بمرور 3 أشهر تقريبا بدون أن يحقق أي إنجازات عسكرية كبيرة في غزة. طيب، بيان حزب الله قال إن هذه العملية تعطي رسائل واضحة، رسائل سياسية. ما الرسائل السياسية التي يقصدها حزب الله؟ نتنياهو والحكومة الإسرائيلية هم لطالما هددوا لبنان في وقت سابق وخلال حرب غزة بأنهم سوف يستهدفونه وأنهم سوف يستهدفون حزب الله. كان هناك تهديدات إسرائيلية متزايدة في الفترة الأخيرة تقول بأن الإسرائيليين لن يقبلوا بأن يكون الوضع في لبنان كما كان عليه في 6 أكتوبر، أي أنهم يريدون أن ينسحب حزب الله إلى ما بعد شمال الليطاني. فأما أن يحصل ذلك عبر التفاهم وعبر الحوار والمبادرات الدولية، وأما أن يكون عبر حرب شاملة على لبنان. الرسائل التي يريد الإسرائيلي أن يرسلها ليقول بأنه أما أن يقبل لبنان بانسحاب حزب الله وتطبيق القرار 1701، وأما سوف يكون هناك اعتداءات إسرائيلية على العمق اللبناني. هذه الرسائل السياسية يعني يأتي مضمونها بذات أهمية أكبر، خاصة على أبواب أو عشية قدوم المبعوث الأمريكي إلى لبنان عاموس هوكشتاين، والذي كان معنيا بأن يبحث مع لبنان مفاوضات غير مباشرة بين اللبنانيين والإسرائيليين لترسيم الحدود البرية وتطبيق القرار 1701. بيان حزب الله وأيضا بيان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي قال فيه إن هذا توريط للبنان، هل يعني أننا على شفا حرب جديدة إسرائيلية لبنانية كما حدثت في 2006؟ أنا لا أتوقع شخصيا أن يكون هناك حرب كبرى بين لبنان وإسرائيل، أقله في المرحلة الراهنة. حزب الله لن يعطي هذه الذريعة. نتنياهو يريد أن يوسع هذه الحرب، ولكن لغاية الآن يقول الأمريكيون أنهم لا يريدون من نتنياهو أن يوسع هذه الحرب. الدكتورة ليلى نيقولا، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، متحدثة عن احتمالات ما بعد مقتل العروري نائب رئيس حركة حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب وتعزيز منظومة القبة الحديدية على طول الحدود مع لبنان. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفي علي سمودي. سيد علي، بداية، ما هي أبرز الاستعدادات الأخرى التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية تحسبا لأي ردة فعل من جانب حزب الله؟ نعم، إسرائيل التي طلبت من وزرائها عدم الإدلاء بأي تصريحات بعد اغتيال العروري اتخذت كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتصدي لأي محاولة فلسطينية للرد على هذه العملية التي أثارت ردود فعل غاضبة دعت الضفة الغربية والقدس إلى الخروج إلى الشوارع طوال الليل والتأكيد على أن المقاومة سترد على هذه العملية. لذلك في ظل إجماع كافة فصائل المقاومة وقادتها في تصريحاتهم وبياناتهم بأن الرد سيكون سريعا وعاجلا ضد الاحتلال بعد هذه الجريمة، فإن قوات الاحتلال نشرت المزيد من الحواجز وأغلقت الطرقات وعززت من تواجدها في المناطق الحدودية خاصة في الضفة الغربية، هذا إضافة إلى الاستنفار في مناطق الحدود اللبنانية. وبالتالي إسرائيل الآن تخشى العودة إلى ردود الفعل من خلال العمليات الفدائية التي ينفذها الفلسطينيون، خاصة وأن حركة حماس خاصة كتائب القسام بعد الاغتيالات الكبيرة التي نفذتها إسرائيل خلال السنوات الماضية وخلال الانتفاضة أدى ذلك إلى ارتفاع وتزايد عدد العمليات التي كانت
تستهدف الداخل في إسرائيل. طب سيد علي، نشاهد ماذا عن إلغاء الاجتماع الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية؟ البعض ربط بينه وبين مقتل العروري، والبعض الآخر يقول إنه ليس السبب الوحيد. نعم، كان من المتوقع أن يعقد مجلس الحرب في الساعة 7 من مساء أمس، ثم الحكومة الإسرائيلية والمجلس المصغر، لكن في ضوء الأحداث وتطورها والتهديدات وتداعيات هذه القضية فإن إسرائيل فعلا أعلنت عن التأجيل، لأنها ترى أن الأوضاع ستذهب باتجاه التصعيد أو باتجاه حل سريع. فالبعض يرى، بعض المراقبين يروا أن عملية الاغتيال يمكن أن تسرع اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الأجواء العامة في الضفة الغربية هي تذهب باتجاه التصعيد وتؤكد على ضرورة الرد على الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يتمادى أكثر. تذكرين في الحرب الأخيرة على غزة كان هنالك اغتيال لقادة حركة الجهاد الإسلامي والمجلس العسكري، الآن هنالك قلق من تصاعد هذه الحرب الإسرائيلية، خاصة في ظل محاولات إسرائيل التكتم على المشروع وعدم إبرازه كنصر لها في ظل استمرار العدوان والمجازر. أمس ارتكبت إسرائيل 15 أشكرك سيد علي سمودي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا لك. نعود إلى قطاع غزة والتطورات الميدانية في القطاع، حيث ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي نضال خضرة. سيد نضال، كانت هناك أنباء عن وصول عدد من الجثث إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، هل من تفاصيل حول هذه الأعداد؟ نعم، هناك ما يقارب 40 شهيدا وأكثر من 100 مصاب منذ صباح الأمس إلى منتصف الليل. وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة. جزء من هؤلاء الشهداء هم جاءوا من منطقة النصيرات، هذه المنطقة التي تعرضت إلى قصف عنيف هذه الليلة بعدما أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من المربعات والبلوكات في هذه المنطقة، وطالبهم جيش الاحتلال بالمغادرة لهذه المنطقة والتوجه إلى مناطق الإيواء سواء في دير البلح أو في منطقة رفح في تل السلطان. قام جيش الاحتلال بقصف عدة منازل مأهولة وقصف أحزمة نارية في منطقة النصيرات، خلف هذا القصف عدد من الشهداء، إضافة إلى منطقة المغازي ومنطقة البريج التي تعرضتا أيضا إلى قصف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي ومن قبل المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة. يعني هناك لا تزال عمليات القصف تركز على وسط القطاع أكثر من الجنوب في هذه المرحلة. نعم، هناك غارة يعني في الصباح استهدفت منزل لعائلة النحال في مدينة رفح، نتج عن هذا القصف 3 شهداء، إضافة إلى القصف المستمر الذي تعرضت له مدينة خان يونس، ولكن لم يرد حتى الآن وصول أي شهداء باستثناء مقر الهلال الأحمر الذي تعرض إلى قصف ونتج عن هذا القصف عدد من الإصابات دون سقوط أي شهداء. لكن القصف المدفعي استمر أيضا على شرق خان يونس، منطقة خزاعة، منطقة عبسان الجديدة، منطقة وسط خان يونس، منطقة كيزان النجار. هذه المناطق تعرضت إلى قصف مدفعي وقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي، ولكن لحد هذه اللحظة لم يرد عن سقوط شهداء في مدينة خان يونس باستثناء الشهداء الذين سقطوا في القصف الأخير لشرق مدينة رفح. شكرا لك سيد نضال خضرة الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة. تزيد درجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء من معاناة النازحين، خاصة في محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوبي القطاع، بجانب عدم توفر الطعام والشراب والملابس الثقيلة. وليد حسن تحدث إلى بعض النازحين هناك وسألهم عن أوضاعهم. ما عندناش شيء، احنا ولا أكل ولا شراب، مش لابس الشراب إلا هذه. والله البرد القارس للأمانة يعني هم فيش اهتمام كثير، بنيجي بنروح عند الدكاترة يجيبوا لنا مثلا أواعي، يجيبوا لنا ملابس لأولادنا، بنصير يعني بشكل مش طبيعي، ذل مش طبيعي يعني، والوضع سيء كثير يعني بصراحة. سقعة وبرد ومعنا يعني معنا
خلينا في العمليات. تعبان أنا عاملة عملية بلاتين في رجلي. والله أول الباب ما يتفتح ما بطيق. سكر يا ابني سكر يا ابني، مش قادر نسكر. الحمد لله. عنا احنا طلعنا من غزة ودنيا الصيف. جينا هنا الدنيا برد، يعني برد. بدي بس ترنج لابني ولا حد راضي يعطينا. امبارح الساعة 2 بالليل بقول لهم بدي بس ترنج لابني، كلهم بيحكوا لنا ما فيش عنا من ولنا، واحنا بنشوف المساعدات بعيننا، يعني مش عارفة وين بود المساعدات. معي 5 تنفار. اقسم بالله شوف الساعة كيف اطفال كيف، اقسم بالله الله يعلم كيف ننام. قاعد 5 أيام أو 6 أيام تقريبا في الهواء برا في السقعة في الهواء، وانا نايمين بخيام، فيش فرشة فيش شيء الا زيك بس جلد. هذا اقسم بالله فيش عندي لبس بالمرة لبس. احنا من مخيم الشاطئ، نزحنا من مخيم الشاطئ اجينا على المستشفى الاوروبي لانه ابني تصاوب، وحبيت اضل حوالين ابني. جبت معي اسرتي، قاعدين في ممر في المستشفى. الممر هذا الفرش اللي تحتينا رق السيجاره بدوبها تدفي لحالنا. حرام بنتغطى 10 الفار في حرام. في عندنا المكان اللي احنا فيه بدخل تيار هواء من الجهتين. اتبهدلنا من السقعه ومن اللي تمرمطنا. وضعنا صعب، حالتنا صعبه. احنا بننام في المستشفى في ممر، لا يوجد فراش كفايه للاطفال ولا للسيدات ولا ملابس مناسبه لفصل الشتاء. أصوات بعض النازحين في محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس. ما زلتم تتابعون غزة اليوم من BBC، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 6:17 صباحا بتوقيت غرينتش. طائفة سريعة من آخر الأخبار. مدن وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة ومخيمات فلسطينية في لبنان تشهد تظاهرات احتجاجا على مقتل نائب رئيس حركة حماس صالح العروري في استهداف طائرة مسيرة لمكاتب الحركة في الضاحية الجنوبية ببيروت. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يندد بالقصف الذي استهدف مقرا تابعا للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفا إياه بغير المقبول. والخارجية الأمريكية ترفض تصريحات صدرت مؤخرا عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية تدعو لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة وتصفها بغير المسؤولة. محافظ البنك المركزي الإسرائيلي يقول إنه إذا لم يتم تعديل الميزانية وخفض النفقات سيتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربة قوية. رئيس البنك المركزي قال في وقت سابق إن التكاليف العسكرية والمدنية للحرب على قطاع غزة قد تبلغ ما يقارب 60 مليار دولار. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث دعت حركة فتح إلى إضراب عام وشامل في محافظتي رام الله والبيرة ردا على اغتيال أو مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في العاصمة اللبنانية بيروت. من ناحية أخرى، تحاصر القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس بمدينة طول كرم بالضفة حتى الآن وفقا لتقارير إعلامية محلية. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله السيدة فيحاء شلش الصحفية. سيدة فيحاء، بداية، هل بدأ الإضراب يظهر أم لم يزال الوقت مبكرا؟ نعم، بالفعل يعني مظاهر الإضراب الشامل الذي أعلنت عنه القوى الوطنية والإسلامية في مختلف محافظات الضفة الغربية بدأ يأخذ منحاه، حيث يعني كل المحال التجارية أغلقت، جميع المؤسسات والمعاهد أغلقت، لا توجد يعني شلت تقريبا بشكل كامل الحياة هنا في الضفة الغربية، تنديدا باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العروري. أيضا في بلدته عرورة هناك كانت خرجت مسيرة منددة باغتياله، وكذلك في مختلف أرجاء الضفة الغربية تحديدا. يعني هذه ربما مسيرات لم نراها منذ بداية الحرب، يعني خرجت المسيرات من جديد في عدة مناطق من مدن الضفة الغربية يوم أمس، وهناك أيضا دعوات لتجديد هذه المظاهرات ظهر هذا اليوم. ماذا عن التطورات الميدانية؟ هل لا تزال القوات الإسرائيلية تحاصر مخيم نور شمس؟
نعم بالفعل، يعني منذ ساعات منتصف الليلة الماضية وحتى الآن ما زالت القوات الإسرائيلية تحاصر مخيم نور شمس، أو هي ليس فقط تحاصر وإنما اقتحمت المخيم بالفعل وقامت باعتقال العشرات من الفلسطينيين، إضافة إلى إصابة 3 فلسطينيين آخرين بالاعتداء بالضرب بحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. تم اعتقال العشرات، وقبل قليل يعني تعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة دخلت إلى منطقة مخيم نور شمس، إضافة إلى قيام الجرافات الإسرائيلية بتخريب البنية التحتية للمخيم من جديد، علما أن يعني المخيم خلال الأسبوع الماضي أيضا تعرض لتخريب الشوارع والبنية التحتية، ولكن عادت الجرافات الإسرائيلية لعمليات التخريب من جديد. هذا أيضا يضاف إلى سلسلة اقتحامات في مختلف مناطق الضفة الغربية أسفرت أيضا عن اعتقالات في صفوف الفلسطينيين. كان من بين هذه المدن يا سيدة فيحاء مدينة أريحة ونابلس. نعم بالفعل، تم اقتحام أريحة ونابلس والخليل أيضا ومدينة دورة جنوب مدينة الخليل، وتم اعتقال عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى قيام الجرافات الإسرائيلية بمحاصرة منزل ومحل تجاري في بلدة جبل المكبر شرق القدس المحتلة. سيدة فيحاء نعم معكم. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، الصحفية فيحاء شلش من رام الله. نعود إلى الجبهة اللبنانية، حيث طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حزب الله بعدم الرد بنفسه على استهداف مكتب حماس في الضاحية الجنوبية في بيروت، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل صالح العروري نائب رئيس حركة حماس و2 من قادة كتائب القسام الجناح العسكري للحركة. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق من بيروت. سيدة ميساء، هل هناك تطورات تظهر على الأرض من جانب حزب الله ردا على مقتل العروري؟ صباح الخير. رغم هالأخبار الحزينة بالمنطقة الصعبة، بدي هنيكم بعودة BBC وعودتكم للبث من جديد، لأنه أنتم صوت حر وسط هالعالم الصعب. حقيقة أنه الرئيس ميقاتي اعتبر أنه هذا الاعتداء هو بمثابة محاولة لتوريط لبنان، لأنه ليس خافيا على أحد هذا الاختلاف في الداخل اللبناني، ومنهم من يعتبر أن دخول حزب الله في الحرب وهو محاولة لتوريط لبنان، وعلى في مقدمتهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. حقيقة الكل ينتظر هل سيرد حزب الله من لبنان، خاصة أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان في أغسطس الماضي أي قبل طوفان الأقصى قال أن لن نسمح بأي اغتيال على أرض لبنان، سواء كان لبنانيا أو إيرانيا أو سوريا أو فلسطينيا، وسيكون له رد قوي. فبالتالي الترقب هو سيد الموقف. هل سيرد حزب الله بنفسه؟ هل سيكون هناك من تنسيق بين الجبهات، وأعني بها أيضا في مقدمتها إيران، لأن هذا الاغتيال هو رسالة مزدوجة للبنان وأيضا لغزة، لأن صالح العروري هو وصفوه بمهندس عملية طوفان الأقصى، وأيضا رسالة لكل محاور ما تعرف بمحاور المقاومة، خاصة أنها تأتي أيضا بعد أيام من استهداف ردي الموسوي، وهو أحد كبار المستشارين الإيرانيين العسكريين الإيرانيين، وأيضا هو القيادي الإيراني الأول الذي قتل خارج الحدود بعد مقتل فيلق القائد فيلق القدس، وأعني به قاسم سليماني الذي أيضا قتل بضربة جوية أمريكية. وللمصادفة لكن يا سيدة ميساء، المطالبة التي صرح بها رئيس الوزراء اللبناني نجيب الميقاتي عن فكرة ألا يرد حزب الله، هل بدأ التواصل المباشر بين جانب ميقاتي وعناصر في حزب الله للتأكد أو لضمان موقف الحزب؟ بطبيعة الحال أنه منذ يعني بدء عملية طوفان الأقصى ويتم تنسيق بشكل مباشر بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، ولكن الموقف الرسمي المعلن لغاية اللحظة لم يتبلور ولم يصدر عن ميقاتي أو طلب. كل ما صدر عن ميقاتي أمس
هو لم يطلب، قال أن هذا الانفجار جريمة وتهدف إلى إدخال لبنان بمرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية، واعتبر أن هذا الانفجار توريط للبنان وهو رد على المساعي التي يقوم بها لبنان لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، وطلب من الدول المعنية ممارسة الضغط على إسرائيل، لأن أيضا ميقاتي في نفس البيان اعتبر أن لبنان ملتزم بال1701 ومن يخرق هذا القرار هو إسرائيل وتجاوزاتها التي يعني تسعى لتوريط لبنان في هذه الحرب. وميقاتي تابع مع قيادة الجيش والأجهزة المعنية التفاصيل الانفجار، هذا كان هو البيان الرسمي، وبالتالي عدا عن ذلك كانت مجرد تحليلات إذا جاز التعبير، ولكن البيان الرسمي لم يطلب ميقاتي من حزب الله عدم الرد على الاعتداء، وإن كان كما ذكرت وأقول لك منذ بداية يعني الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وميقاتي يحاول التواصل مع حزب الله كي لا نصل إلى حرب مفتوحة، ولكن طبعا سنتابع مع حضرتك التطورات في الأيام المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. نعود إلى قطاع غزة، تحديدا إلى أوضاع النساء الحوامل في القطاع اللائي يفتقدن للرعاية الصحية اللازمة. الزميلة ريم إدريس تحدثت إلى طبيبة النساء والتوليد سحر الحكيم وسألتها عن أوضاع هؤلاء النسوة. احنا حاليا دخلنا تقريبا في اليوم 90 من الحرب، ومعنا حوالي 60,000 امرأة حامل في قطاع غزة ما بيتلقوا أي شيء من الرعاية الصحية التي يجب أن تقدم لهن في هذه الفترة من حياتهن. حسب الإحصائيات الموجودة يوجد في غزة 35 مستشفى، 30 منها خرجت عن الخدمة، و53 مركز رعاية أولية حكومية أيضا خرجت عن الخدمة بسبب التدمير والقصف الإسرائيلي. يعني الوضع سيء للغاية، وتعاني المرأة الحامل بالذات من صعوبة في تلقي الرعاية الصحية التي يجب تتلقاها أي امرأة حامل في العالم. ما هي المضاعفات التي يمكن أن تحدث للنساء الحوامل نتيجة سوء التغذية أو حتى الأمراض المنتشرة؟ طبعا أكيد نقص التغذية يؤدي إلى فقر الدم، وفقر الدم طبعا له مشاكله العديدة، من أنه بيحدث ولادات مبكرة. هناك مشكلة أيضا تعاني منها المرأة الفلسطينية بل وكل الفلسطينيين، من أنه يحدث انقطاع متكرر في الاتصالات، وعند حدوث حالات الإجهاض أو النزيف أو دخولها في حالة آلام الولادة والمخاض لا يستطيعون الناس أن يتصلوا بخدمات الإسعاف، ثم يضطرون إلى الولادة في المنازل، وهذا أيضا يعرضهن للكثير من المخاطر وخاصة النزيف. دكتور سحر، في مثل هذه الحالة عندما تضطر المرأة الحامل أن تضع مولودها في المنزل، هل هنالك أي نصائح أو توجيهات من المفترض أن تصل لهؤلاء النساء؟ طبعا يعني بحاول المراكز الصحية لو في حال تعرضت السيدة لولادة في المنازل انه يعني بما تستطيع ان يساعدها احدهم، وبالتالي يعني مش عارف ايش احكي لك، بس يعني الوضع جدا كارثي عندما لا تستطيع ان تتصلي باحد ليسعفك. اذا كان لك زميل او جارة او حتى يعني يستطيع ان يولد السيدة فهي محظوظة تكون، خاصة في المساء في الليل. طيب دكتور سحر، بالتأكيد تحتاج المرأة الحامل كما ذكرت لنوعية معينة من الغذاء بالإضافة لمكملات للمحافظة على صحة الجنين وصحتها أيضا. هل هنالك بدائل تستطيع المرأة الحامل أن تتجه لها؟ لا توجد بدائل نهائيا. لا تستطيع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة أن تشتري كيلو تفاح. كيلو التفاح أصبح أعلى من طاقتها، يعادل 30 شيكل، ما يعادل $10، بالإضافة إنه أغلب الأدوية والمكملات الغذائية بدأت تنضب من الصيدليات. الناس لا تستطيع أن تجد المضادات الحيوية، غير متوفرة. يعني الوضع الحمد لله يعني كارثي بمعنى الكلمة.
من غزة طبيبة النساء والتوليد الدكتورة سحر الحكيم. وبها نصل لختام هذه الحلقة، وتحيات فريق العمل: إبراهيم خليل، محمود النجار، محمد عبد الجواد، لمياء عبد الستار، إيهاب أمين، ونرمين الذهبي. إلى اللقاء.